أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف قاتل في الدقيقة 90 لإنكيتيا. طبعا فوز مستحق جدا لأرسنال لأن هم كانوا أفضل، كانوا أخطر من اليونايتد وخصوصا في الشوط الثاني، وتحس إن أرسنال نازل الشوط الثاني وعنده رغبة أكتر إن هو يفوز وياخد الثلاث نقاط. لكن الحقيقة بقى اللي ضحكني بعد المباراة هو تصريح تين هاج اللي طلع بعد المباراة يقول إن إحنا خسرنا من أرسنال بسبب الأخطاء الساذجة اللي وقعنا فيها في الثلاث أهداف اللي دخلوا مرمانا. لكن الحقيقة أنا شايف إن تين هاج هو سبب رئيسي في خساره اليونايتد قدام ارسنال، لانه ببساطه لما تبص على الشوط الاول تحس ان هو مش مركز في الشوط الاول، ده تحس ان هو كان بيتفرج على مباراه تانية، لان هو حتى لو مش مركز في الشوط الاول وكان بيتابع المباراه بعين مشجع مش عين مدرب، كان على طول هيحس ان هو عنده ثغره كبيره جدا دفاعيه ناحيه الشمال، ناحيه لوك شو اللي سايبه لوحده تماما في كل المواجهات الفرديه قدام ساكا، اخطر لاعب في ارسنال واهم مفتاح لعب الارسنال في الشوط الاول، سايب لوك شو لوحده تماما في كل المواجهات الفرديه قدام ساكا، ومفيش اي مساندات دفاعيه لا من اريكسون ولا حتى من راشفورد. فطبعا ساكا واخد راحته تماما في الشوط الاول وعمل جبهه خطر جدا لارسنال في الشوط الاول، واهم مفتاح لعب واخطر مفتاح لعب لارسنال في الشوط الاول. طبعا تين هاج لو كان واخد باله من الثغره دي كان هيحاول حتى يحلها في الشوط الثاني ويحاول يدي تعليمات لإريكسون او راشفورد ان هم ما يسيبوش لوك شو لوحده في المواجهات الفرديه قدام ساكا ويحاول يقفل على ساكا، ولو قفل على ساكا هيقفل على اكتر من 60% من خطوره ارسنال في الشوط الثاني. لكن طبعا دوت ما حصلش في الشوط الثاني، وساكا خد راحته اكتر في الشوط الثاني وعدى بكوره وسدد في وجات طبعا الهدف الثاني لارسنال، الكره اللي بعديها عدى من لوك شو وسدد وطبعا جت في القائم. فطبعا تحس ان تين هاج في الشوط الاول كان بيتفرج على مباراه ثانيه. دي طبعا اول نقطه. لما نتكلم على النقطة الثانية، صعب جدا فرقة بحجم مانشستر يونايتد، فرقة بتحاول ان هي تلم نفسها السنة دي، وطبعا ماشيين كويس جدا السنة دي في الدوري الانجليزي، ماشيين لغاية دلوقتي ثالث وبيحاولوا على الاقل ان هم السنة دي ينهوا في المراكز الاربعة عشان يلعبوا السنة الجاية دوري ابطال اوروبا. صعب جدا فرقة بحجم مانشستر يونايتد يبقى عندها 2 لعيبة اظهرة بمستوى لوك شو وبمستوى وان بيساكا. طبعا اتكلمنا على لوك شو، نتكلم شويه عن وان بيساكا اللي باين جدا من اول المباراه ان هو مش مركز، وفي كوره كده في الدقيقه 14 لعبها بشكل وحش جدا، تحس ان هو كان خايف وما كانش مركز في الكوره، فطبعا لعبها بشكل وحش جدا وطلعت ضربه ركنيه لارسنال في الشوط الاول. فطبعا باين جدا من وان بيساكا ان هو مش مركز من اول المباراه. فطبعا انكيتيا سرقوا في الهدف الاول، اتسرسب كده من وراه وسرقوا وطلع قبليه في الهدف الاول بتاع ارسنال. حتى في الهدف الثالث بتاع ارسنال الهدف الثاني بتاع انكيتيا وان بيساكا كان هو اللي مغطي الاوفسايد. صعب فرقه بحجم مانشستر يونايتد يبقى عندها لعيبه ظاهره على الاطراف بمستوى زي مستوى لوك شو ومستوى وان بيساكا. لكن طبعا فوز مستحق جدا لارسنال على مانشستر يونايتد، زي ما قلنا كانوا افضل، كانوا اخطر، كانوا اجرأ من مانشستر يونايتد في الشوط الثاني. وطبعا تين هاج ما قراش المباراه بشكل كويس في الشوط الاول وما قدرش ان هو يقفل على اهم مفتاح لعب الارسنال في الشوط الاول ان هو طبعا ساكا. فطبعا ساكا ندمه في الشوط الثاني وجاب هدف وكان هيجيب الثالث وعمل خطوره كبيره جدا لارسنال في الشوط الثاني. فطبعا فوز مستحق جدا لارسنال وخساره مستحقه لمانشستر يونايتد وتين هاج.